السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا وسهلا بيكم حبايب قلبي. نغيب غيبتنا ونرجع بروتين يهد ايه حيلنا. عندنا ايه روتين النهارده من اول النهار. هشوفكم ان انا هقول لكم سوري ان انا بعمل ايه في اول نهاري. انا الاول بقوم علفة طيوري او مأكلاها زي ما انتم ما بتقولوا. انا هنا طلعت فوق السطح. اكلت الطيور بتاعتي. النهارده يومنا جميل قوي قوي، وتابعيني وما تنسيش تحطي لايك يا حبيبه قلبي ودعوه حلوه منك ان شاء الله. طبعا لازم هنا تنضفي الطبق او الجردل او المعون اللي الطيور بتاكل فيه، لازم تنضفيه. انا هنا نضفت بتاع الميه واحط لهم الاكل بتاعهم دلوقتي. البط ده يا جماعة اللي يعرف نوعه يقول لي في الكومنتات. تمام. هحط لهم بقى شوية الأكل وهنزل أكمل بقى إيه بقية الروتين بتاعي. إن كنتوا بتحبوا روتينات يا جماعة قولولي وأنا أعمل لكم كل يوم روتين إن شاء الله بإذن الله. أنا غبت فترة بسبب ظروف عندي خاصة يعني. ادعوا لي يا جماعة ربنا يصلح حالنا وحالكم وحال المسلمين يا رب العالمين. الروتين النهاردة متين يا حبايبي، عشان أشجعك تقومي تعملي اللي وراك. أنا هنا عندي كمية المواعين المهولة دي كتيرة أوي يا جماعة، ولسه برضك في برضك مواعين تاني. يعني عملت مواعين الصبح وعملت إيه بالليل. طبعا يا جماعة انتوا عارفين ربنا يخلي أولادنا يا رب ويصلح حالهم يا رب العالمين. في أجازة بقى، والأجازات ما بتخلاش طبعا. انتوا عارفين ان الأطفال بقى أو الأولاد في البيت بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يخلي اللي عندنا واللي عندكم ما بيبطلوش طلبات حلو وحادق بقى ومشروبات وكده. قومي تنشطي يا حبيبة قلبي، ده روتين نشاط حيوية. ما يعني ايه، لو انت متضايقة او زهقانة او اي حاجة يلا اطلعي معايا كده على المطبخ نغسل مواعيننا كده وننظف دنيتنا. انا والله يا جماعة الفيديو ده قصرت منه كتير قوي قوي، يجي نص وزيادة، عشان وقتكم ثمين وعشان محدش يزهق مني او يمل. وادعوا لي يا جماعة بظهر الغيب ربنا يصلح حالنا وحالكم يا رب. انا هنا طبعا مسرعه وعماله بقول لك حطي لايك يا ست الكل. ان كنتوا مثلا حابين افكار معينه اكتبوا لي في الكومنتات. حابين نوع معين من الروتين انا تحت امركم يا حبايبي. وهنا هوريكي بقى الالومنيا بتاعتي اهي. ايوه المونيتي قديمه بس لمعتها وخليتها زي الفل اهي شايفين. ما تكوميش عليك المواعين يا حبيبتي، لا اعملي بسرعه. ما تركنيش، خلي كل طاقة بطاقتها في المواعين يعني عشان ايه الدنيا معاك تبقى سهلة وتمام التمام. هنا برضو غسلت الحوض والحنفيات. ده يا جماعة خرطوم الفلتر عشان محدش يقول لي المية ومش المية. انا هنا بشطف الحوض وبشطف الحيطان بتاعت الحنفية عشان يبقى تمام التمام. هنخش بقى على غدانا. انا عملت حبيبتي حواوشي في البيت. بقول لك برضو يعني في الحواوشي كتري بصل وكتري خضرة. في ناس بتحط خضار عشان تفيد يعني زي كوسة جزر بطاطس مبشورة فعلا والله جميل. ولو احلى واحلى لو حطيتي على كل يعني شوية في قلب اللحمة وانت بتفرديها في العجينة، تفرديها في العيش، لو حطيتي شوية جبن تبقى جميلة قوي قوي. انا هنا حطيت عندي بهارات. طب البهارات دي ايه؟ عبارة عن بهارات كفتة او بهارات حواوشي اللي عندك واللي انت بتفضليه. انا هنا حطيت ملح بفلفل اسمر بوريك حسب طبعا ما بتحبي، وحطيت شطة شطة خضراء اللي هي الايه القرون الشطة الخضراء قدامك اهو. ومعلش بقى عذرا عشان تملكيها صح وتبقى معاكي حواوشي ناجحة وطعمها حلو ويكون كلها كده انسيابية، مش يعني البصلة مش ظاهرة من الخضار من الفلفل من كده. هتعجنيها بايدك وتضربيها مرة او مرتين في الكبة حسب النعومة اللحمة عندك.
تمام اهو. انا بقول لك اهو لازم تكون ناعمه عشان تعرف تتفرد فين في قلب الرغيف العيش. وانا ما بسويش يا جماعه اللحمه، انا بسويها في قلب العيش. انا هنا لقيت اللحمه بتاعتي حمرة، حطيت عليها حته دهنه حلوه كده. عندك تحطي زيت حطي، عندك تحطي. شوف انا بوريك هنا الفرق بين دي وبين دي. تمام، بين اللي انا فرمتها فرمه واحده واللي انا فرمتها فرمتين. عندك بقى العيش اللي هو الحلو بتاعنا ده العادي، عيش الطابونه ماشي. عايزه تعملي عجينه بقى وتخليه حواوشي اسكندراني براحتك خالص بالعجين وكده. انا هنا هحط بقى الكميه، حط بايدك حط بالمعلقه، مفيش اي مشكله عندي. انا اهو بوريك اهو، ده الحته البيضه دي هي حته الدهنه. شوفي بوريك العجينه عامله ازاي، بقت زيها زي العجينه يا حبايبي. وبرضك لو انت ما عندكيش بهارات من العطار للكفته او للحواوشي، هاتي يا حبيبتي كيس من عند البقال بقى، هو كيس للكفته او لتوابل الكفته او لتوابل الحواوشي اللي عندك واللي متاح بيه. وحطيت برضك مكعبين مرق. عايزه تحطيه تخليه سبايسي حطي شطه حمراء، او عايزه تخليه عادي عشان لو عندك اطفال او حاجه. اوفر لك كتير قوي، حطي برضك اللي نفسك فيه. اهو شايفين، حطي بقى على قد الكميه. انا عندي الكميه كانت كبيره بسم الله ما شاء الله. انا يا جماعه فرستها في الفريزر، اللي كلناه وعملناه طازه بطازه كده. وتحطيه في قلب الفريزر. هنا في حلين عندك عشان تحمري او تسوي الحواوشي ده. اما تحطيه في الفرن او تحطيه في طاسه التحمير العاديه. بس طبعا عشان الزيت وعشان احنا بنتصرف على قد ايدنا، انا ما حطيتش زيت كتير يا جماعه. عفوا. اهو قدامك يا ست الكل. ان كنت وصلت معايا لحد هنا رجاء حطي لايك عشان الناس تستفاد يا جماعة. وحاجة يعني خدمة مني ليكم ببلاش يا جماعة مش بفلوس. اهو عندك هنا بقى انا حطيتها زي ما انت شايفة كده في طاسة الكريب. اهو يعني تمسحي بالفرشة من وش من يعني من الرغيف من فوق ومن تحت، وتحطي رغيف تاني عشان تكسبي وقت بقى، عشان كانت الكمية عندي كبيرة بسم الله ما شاء الله. وبرضو الزيت تدهنيه حتة حتة. وعندي الابيض اللي في المعلقة ده حتة دهنة كده على الماشي عشان تخليه حلو زي الفل. انا خلصت بقى عندي الكميه بس مش كلها زي ما قلت لك. وفرزيه برضك بعد ما تعمليه كده، عايزه تعمليه كده تفرزيه تمام، عايزه يبقى ني ولسه ما اتعملش تمام تفرزيه براحتك خالص. وانا بوريك اهو العيش وبقول لك يا ست الكل حطي لايك. الحواوشي سوري. اتفضلوا بقى معانا يا احلى اخوات في الدنيا. يعني اشتغلي على نفسك. اي حاجة في البيت فكرة حلوة اهي. شوفي بقى هنا لحمة نظيفة والحاجة بيتي، حتى لو بربع كيلو لحمة بنص كيلو لحمة بالكمية اللي انت عايزاها. واظبطي حالك واظبطي دنيتك. اهو اديني بوريك ان اللحمة استوت اهي. بس تخليها وانت بتسوي الحواوشي حطيه على النار هادية واصبري عليه عشان يبقى طري زي ما انت شايفة. اما الفرن يا جماعة بينشفه. هنسكت كده؟ لا هنحل بايه؟ عندنا حته بطيخه كده. انا هنا بقول لك يا حبيبتي الجزء كناه والجزء التاني غطيته بورق الاسترتش اهو، وحطيته فين؟ في قلب التلاجة. طب الباقي هتعملي لنا فيه ايه؟ مش هسيبك طبعا، لا ما سيبكيش. عندنا عشان طبعا البذر بقى والحاجات اللي مش لطيفه اللي الاطفال بتعملها. هنا هنقطعها كده زي ما انت شايفه النص التاني من البطيخه، ونحطها فين؟ في قلب العلبة الغذائية، ونحطها في التلاجة على حسب الطلب وحسب ما انت عايزة. اهو توفير للوقت يا جماعة. طبعا الحلة دي معانا ايه، مش مشكلة منها. يلا لازم اسيبها لك ذكرى حلوة كده. حبايب قلبي بحبكم في الله، يا رب أكون فدتكم ولو بمعلومة بسيطة جدا جدا. اللهم اجعله شاهد لنا. أنا بنزل بطبيعتي، بطلع لك كل حاجة بطبيعتي، ما بصطنعش عليك في حاجة. دي حياتي وده روتيني. ويا رب أكون ضيفة خفيفة على قلوبكم، يا رب تكونوا استفدتوا ولو بمعلومة واحدة. وأي حد عايز حاجة يا جماعة يتفضل يقول لي في الكومنتات وأنا تحت أمره. نساعد بعض
ونتفاعل كده يا جماعة عشان أنجح بيكم، وربنا يخليكم ويخلي كل ضيوف الجمال على القناة اللي كبرتوني. ربنا يخليكم ويديمكم نعمة في حياتي يا رب العالمين. حط لايك يا ست الكل، وقبل اي شيء دعوة طيبة منك، ادينا اهو بوريك اهو تاكلي بقى ايه وتبقى تمام التمام. وخلي بالكم يا جماعة انا مقصرة الفيديو اكتر من اللازم عشان الناس ما تزهقش مننا ولا تمل. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ومع الف سلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.